في المواسم التي يتواجد فيها مع القيثارة الخضراء. أمير صباح مع سجاد بالكرات العرضية، هل في حلول على رأس المواس؟ الله، جول أول يأتي الآن لفريق الشرطة للقيثارة ورأسية المواس. ومن بين كل هذا الزحام يظهر المواس يقدم كرة على طبق من ذهب لبسام. فرحة في البيت الأخضر، فرحة في القيثارة من أجل المجد، من أجل سوبر هاتريك. لا يكتفون بالهاتريك، يبحثون عن الثامنة في التاريخ مع لقب معلق، والآن ينتظرون عمل تشيكينج من الفار. هذه الكرة العالية رأسية المواس، شرعية 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 تماما تماما تماما. الكرة الأولى لمسة وهاتوخذ جميلة، هنا النقلة من سجاد، الرأسية من المواس، والكرة في منطقة الجزاء على طبق من ذهب تهدى لبسام. الغزال الأسمر يتواجد، أخذ رأسية من جانب محمود المواس، من جانب نسري قاسيون، الحموي بالراس والأسمراني في الجول. وهدف أول يدون ويسجل للشرطة الآن. هدف يسجل لبسام شاكر الذي يسجل ثاني أهداف هذا الموسم مع الشرطة. وغضب من محمد حميد على عدم المراقبة اللصيقة، وهدف أنا أعتبره شرعي حتى الآن، لكن القرار لهذا الرجل ولغرفة الفار التي ستشير بشرعية أو عدم شرعية الهدف. الرأسية تمام 100 سليمة، لكن يأخذون لقطات جانبية للتأكد. هل هنالك شيء خفي علينا من خلال لقطات الكاميرات التي ظهرت إلينا لم نراه وموجود إعادة عند حكم الفار، أم إن هنالك قرار عند الفار في هذه اللقطة؟ نادي الشرطة وجماهير الشرطة تنتظر الأخبار في الرمادي وفي بغداد وفي كل مدن البلاد من أجل تأكيد الهدف يا سلمان. يبحثون عن التأكيد وينتظرون التأكيد. محمد سلمان رايح في حديث مع غرفة الفار مع الدولي الآخر المتواجد على الفيديو زيد ثامر لنرى ما هو القرار في هذه اللحظات، ما هو قرار الفار في هذه اللقطات وسط ترقب من جماهير الشرطة على التأكيد لهذا الهدف الذي لم تثبت شرعيته حتى الآن من حكم المباراة. مهند علي القائد في حديث مع السيد محمد سلمان عن ماذا يجري في غرفة الفار وعلى أي تأكيد سيتم في هذه اللحظات. والكل يأمل على أن لا يتأخر قرار الفار في البيت الأخضر، وخذ راحتك وتأكد، هكذا هو الأمل في البيت البرتقالي. إذن من أجل هدف التقدم محمد سلمان يعلن شرعية الهدف في هذه اللحظات. هدف يعلن الآن لصالح نادي الشرطة، وبسام شاكر يسجل الهدف الأول للقيثارة في هذا اليوم.